وقد خطوت خطوة في طريق مكافحة الفساد والمفسدين، وما أنا إلا جندي فيه، وأشعر أن الأحمال والقيود والمكبلات التي حددتني قد أزيلت عن كاهلي. إن إسناد نهج ضرب الفساد ينبغي أن يتعاظم ويأخذ مداه، فهو طريق الله والشعب. من البارحة والله موقفينك هيك؟ والله ما يخافون الله. تعال معي، تعال والله لا أنا عبرك. لا تعال وين عم جميل. اسمع 75 سنة صار له من البارحة لهنا. تقبل أنت راح أسألك سؤال، تقبل والدك يجي يقف يجي معلم متقاعد؟ هاي هويتي معلم متقاعد. جتني شكوى على مود الأكل في قاعدة الكوت، أتذكر على الفيسبوك قرأتها. احنا ما عندنا كانت شكوى في يقول لك يعني اتذكرها والله، حتى كان في نيتي ادز لجنه مفاجئه عليكم. اجوا سيدي اهلا وسهلا، اي واحد يجي لنا سيدي. احنا ما عندنا لا سيدي، احنا ما عندنا مشكله، مو علينا مشكله. المفروض انتم كوحدات مستقره هيك وضع بهيك مناطق امنه المفروض تعيشون افضل عيشه، وخاصه الجنوب تداروهم من كل النواحي، خاصه الاكل فلوسهم ما احد متخاطب، والمفروض تقدموا لهم ما يستحقون. يعني هذا هالمره سمعتها، المره الجايه ترى ما اقبل ابدا. فعلا انا كنت في نيتي بس كان عندي شك بالمعلومه ما معقوله. بس كلنا نقول عليها انه بندقيه تستخدم لمره واحده، واحنا جبناها وسلاح فاسد للجيش العراقي، وهاي هي البندقيه. هذه اكثر مقاتلي فوج المغاوري قاتلوا بهاي البندقيه، وهذا السلاح ما يمكن الخطر. انا ارمي بها. شلون ما ترمي؟ يقولون ما ترمي. انا التناسل علوه ما 10 تناكل، اذا الجندي ده يقول لي مي ما اكو، شلون تقبل؟ شلون اقبل انا؟ مي انا ما والله العظيم باكر اذا مي ما عندي الصبح فلا اخلي ضابط منكم هنا، زين؟ يلا بس خلي، وراح ادز مفارز من المفتشيه ومن الاستخبارات يشيكون، اذا اي نقص عندهم راح احاسب حساب عسير، ما اقبل اني. جندي جايبي هنا مو جايبي على مود يموت من العطش والجوع. تانكرات مصفطين لها، شكو واقفه التانكرات. بس ما اقبل، وتسمعون كلكم من رئيس الاركان الى اقل ضابط. ما اقبل جندي، اسمعوا الكلام لا احد يحكي. ما اقبل جندي اذا ما معزز مكرم، احسن منام واحسن اكل بما انه هو موجود بالمعسكرات. زين؟ وهاي مسؤوليه الكل. يعني هذا حكيكم كله مو صحيح. يعني هذا حكي كله. انا هسه بدي اشوف القاعات، وين قاعاتكم مال المنام؟ وين؟ استغرب انا بالله العظيم بغض النظر عن المسؤوليه الوظيفيه، لكن اخلاقيا غير مقبول. يعني تقبل جندي يجي ينام على هيك مسدس. هاي سيدي تعال تفضل. يعني هذا يجي من تدريب 5 6 ساعات بالشمس، يجي هيك والله ينام. هذا ديلاب، هذا مال جندي، هذا وين يخبر غرض؟ شوف هنا نقطة البداية لبناء الجيش الصحيح، من هنا من هنا تبدأ. هاي خلوها في بعض. واحنا عملنا بيك، هذه اخر شيء بقيت انت سيدي، لانه عملنا بيك انت، اذا انت ما سويت لنا شيء والله العظيم انا اقول لك نص الوقت